هو ايه حكايه البقرات الحمر اللي اتكلم عنهم ابو عبيده؟ وايه حكايه ارض الاجداد اللي دوشونا بيها الجماعه اليهود؟ وليه عايزين يهدوا المسجد الاقصى؟ وايه علاقته بهيكل سليمان؟ وراء كل حاجه بتحصل مجموعه حاجات. انا مريم رجب في ما وراء الحاجات. تعال احكي لك ايه اكبر اكاذيب التاريخ، بس خلينا نكون متفقين الاول عن حاجه. عشان يكون في دوله لازم يكون في شعب وارض وحدود واضحه وكمان حضاره، وجزئيه الحضاره دي مهمه جدا لانه ياما كان في بلاد وانتهت بانتهاء الحضارات بتاعتها. حكايه اليهود بدات كاصحاب دين مش ارض مع سيدنا يعقوب ونسله، واللي هو ابن اسحاق ابن ابراهيم. حل الفقر والقحط على ارض يعقوب، فخد ولاده ال 12 وجه على مصر، واللي كان حاكم فيها سيدنا يوسف وقتها وقت مصر الفرعونيه واستقر. ولكن جماعه اول ما تامروا على اخوهم لما رموه في البير، وكذلك مصرنا الحبيبه نبه من الحب جنب، فراحوا تامروا مع الهكسوس ضد مصر، ولكن الحكام عرفوا بده، فحكام مصر استعبدوهم وخدوهم عبيد عندهم، وكان الحكم ان هم هيكونوا كل الاشغال الشاقه شغل الجماعه دول. وبعد 400 سنه عبوديه في مصرنا الحبيبه ربنا بعث فيهم سيدنا موسى عشان يخلصهم من الذل والعبوديه، وده زي ما الروايه التوراتيه بتقول. وقرروا الرجوع لارض جدهم يعقوب فلسطين، ولكن تاهوا في صحراء سيناء 40 سنه، وده طبعا يخلينا نتوقف عند الفلسطينيين اللي طلعوا في 48 ولحد دلوقتي عارفين اماكن بيوتهم. المهم وخلال السنوات دي نزل على سيدنا موسى كلمات ربنا على جبل الطور، واللي هي المفروض الوصايا العشر او الشريعه الخاصه باليهود. وطبعا خروجهم من مصر بعد الذل والعبوديه دي كلها كان حدث مهم جدا، وده بالنسبه لهم عيد الفصح اللي لحد النهارده بيحتفلوا بيه. الجماعه دول بعد ما وصلوا ارض يعقوب ونسوا سنين الترحال والذل ابتدوا يزرعوا ويتعلموا بعض الحرف. وجه سنه 1004 اسس سيدنا داوود مملكه اسرائيل وسماها اورشليم، وبالمناسبه دي اول دوله ليهم. وبعده تولى ابنه سيدنا سليمان وبدا يعمل علاقات مع كل الدول اللي جنبه، ودعمها سياسيا بنظام المصاهره، وده معناه ان هم يتجوزوا من بعض عشان يضمنوا ان في روابط تضمن استقرار المكان. وهنا بدات حكايه هيكل سليمان. طب ايه الهيكل ده؟ بص يا سيدي، كل السنين دي من وقت سيدنا يعقوب الجماعه دول ملهمش مكان يتعبدوا فيه، فجه سيدنا سليمان اسس مكان عشان يتعبد فيه لله وسماه هيكل سليمان. الغريب بقى هم ليه بيدوروا عليه لحد دلوقتي؟ لانه لما اسسوا سيدنا سليمان كان هدفه التعبد فيه هو ونسائه، مش لعامة اليهود، ولكن ما علينا. ولكن توفى سيدنا سليمان عليه السلام، وبوفاته حصل تمرد وحالة فوضى كبيرة جدا أدت لانقسام المملكة دي، مملكة إسرائيل في الشمال ويهوذا في الجنوب. أثناء ده كله كان في إمبراطوريات جنبهم بتكبر، الأشوريين والبابليين. فاحتلوا الأشوريين مملكة الشمال وهي إسرائيل، والبابليين أخذوا المملكة الجنوبية يهوذا وهدموا هيكل سليمان. وبكده انتهت أول دولة ليهم، واللي يدوب ما كملتش 80 سنة. أجبروا اليهود على إنهم يسيبوا الأرض ويروحوا يشوفوا حتة بعيدة عن هنا. الفرس والرومان واليونانيين كانت إمبراطوريات بتقوى جدا في السنين دي، وتوالى حكمهم على أورشليم اللي هي فلسطين. ولكن اليهود اتمسكنوا لحد ما اتمكنوا، واحد من الحكام سمح ليهم بإن هم يرجعوا تاني ويبنوا الهيكل سليمان للمرة التانية، ولكن كان شرط إن هم يبنوا الهيكل مرة تانية يكون على شكل الطراز الروماني. سنة 538 وقبل ميلاد المسيح بدأت أحوالهم تتحسن مرة تانية، وده كان وقت الإمبراطورية الفارسية، وساب ليهم الحكم الشبه ذاتي. ودي كانت الدولة التانية ليهم واللي استمرت 79 سنة، الحشمونائيين. وبعدين جم اليونانيين واللي كانت حالتهم ما تختلفش كتير عننا، مش بالعين الجماعة دول، وراحوا أخدوا فلسطين وهدموا الهيكل السليماني تاني ليهم. وبالمناسبة أثناء دولة الحشمونائيين دي كانت حادثة صلب المسيح وكانوا بيحاولوا قتله. المهم بعد ما الإمبراطور اعتنق المسيحية بعدها بشوية بدأ يطرد اليهود، وهم أصلا كانوا بيهربوا للبلاد اللي جنب فلسطين علشان إما كانوا يدخلوا المسيحية يا إما يتعرضوا للحرق أو العدم. وعشان هم ناكرين خير هم ما عاشوش في سلام غير وقت ما المسلمين فتحوا الأندلس، وعاشوا حلو جدا مع المسلمين وتحت رعايتهم، وده عكس اللي بنشوف اللي بيحصل في مسلمين فلسطين لحد ما تفكك الحكم الإسلامي في الأندلس. المهم بقى فلسطين دي اللي خلاص الإمبراطور بقى مسيحي، الديانة حصل فيها إيه؟ واللي كان اسمه قسطنطين ابتدت والدته تبني في كنائس كتيرة جدا لحد الفتح الإسلامي للقدس في عهد عمر بن الخطاب، وكان قائد الجيش أبي عبيدة ابن الجراح. إيه ده؟ أبي عبيدة ده غير أبو عبيدة ده؟ تشابه أسماء ومواقف يا أخي. كنت هنسى أحكي لك موضوع البقرات الحمر. الجماعة دول عندهم اعتقاد إن هيكل سليمان هيتبني للمرة الثالثة، والمفروض إن البقر ده هيساعدهم في بناء الهيكل مرة تانية. مواصفات البقر ده إنه شعره أحمر وما فيهوش ولا شعرة بيضاء، وما حصلش إنه يكون ولد ولا اتحلب قبل كده، ويكون اتربى على أرض إسرائيل، واللي بيتذبح وبدمه بتتعمل طقوس معينة، واللي هتمكنهم من دخول وهدم الأقصى، واللي المفروض إن هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى
على حسب كلامهم. ولكن البقر ده جايبينه في طيارات من ولايه تكساس، لا نشأ ولا نيل على ارض اسرائيل، ولكن هم بيخدعوا شعبهم مع العالم. والاهم بقى من البقر هو عمر المسجد الاقصى، واللي كان قبل حكم سيدنا سليمان ب1000 سنه، واللي مستحيل يكون مكانه المسجد الاقصى، لانه مش منطقي يكون اتبنى واتهد عشان الهيكل ورجع يتبني مره ثانيه. المهم مش هطول عليك اكتر من كده ويطول، واننا لو فرضنا ان هم اصحاب الارض عشان امتلكوها 160 سنه في تاريخ الارض كامله، وده التاريخ، فكمان التاريخ انهم كانوا عبيد اجدادنا قبل ال 160 سنه دول ب 400 سنه. فنرجع بقى نطالب بالعبيد بتاعنا، وهو تاريخ بقى. اخواني واخواتي، انتهت حلقتنا. لو كنتم على اليوتيوب اتاكدوا انكم عاملين سبسكرايب، ولو كنتم على الفيسبوك اتاكدوا انكم تعملوا شير. كنت معاكم مريم رجب في ما وراء الحاجات.